أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون شايفين المبنى الجميل اللي واقف شامخ ده في وسط مدينة الذكريات بمحطة الرمل. المبنى ده بقاله أكتر من 120 عام. يلا نعرف الحكاية من البداية. قبل المكان ده ما يتبنى كانت فيه مسلة اللي هي قدامكم دي، كانت مسلة كليوباترا، وأمام حديقة سعد زغلول كانت مكان المبنى ده. زمان محطة الرمل كان من ضمن أساميها المسلة ونقطة المسلة، وشارع صفية زغلول كان اسمه شارع المسلة. طبعا كلنا عارفين ان اسكندرية اتعرضت لزلازل كتير جدا. لما المسلة اتأثرت بالزلازل فمحمد علي باشا أهدى واحدة لإنجلترا موجودة لحد دلوقتي، وكمان واحدة موجودة في أمريكا. وبعد خروج المسلتين في عام 1878 تم بناء الفندق اللي قدامكم ده، كان اسمه الأنجلو أمريكان، وكان صاحبه حداية باشا. بعد كده الفندق ده اتباع، وفي عام 1902 تم بناء فندق متروبول اللي قدامنا الجميل الشامخ ده. طبعا الفندق مكون من 4 أدوار، وفيه حوالي أكتر من 70 غرفة، نصهم على البحر والنص التاني على شارع سعد زغلول. طبعا أول ما بندخل الفندق بنلاقي بهو كبير قوي فيه لمسات فنية ولوحات رسمها أهم فنانين في القرن ال19 في اسكندرية. طبعا احنا كلنا عارفين اسكندرية مستوحاة من الفكر الإيطالي واليوناني. وبعدين كمان طبعا اسكندرية بيقولوا عليها كوزموبوليتن علشان كان فيها جاليات كتير. طبعا احنا شايفين قد ايه المكان جميل واخد الطابع الكلاسيكي، والستاير دي مميزة بيه الفندق، وكمان في تماثيل اليوناني والتحف والإزاز المعشق. وكان من نزلاء الفندق فنانين ومطربين وأدباء، على رأسهم الفنانة سعاد حسني وأحمد زكي وجميل راتب والفنانة زبيدة ثروت ومحسن سرحان، وكمان الأديب محمود السعدني والمخرج حسام الدين مصطفى، وكمان يونس شلبي وسعيد صالح وأحمد بدير وصلاح نظمي والأديب نجيب محفوظ وأمل دنجل، وكمان الفنان نجيب الريحاني والفنانة ليلى مراد والفنان الكبير محمد عبد الوهاب. في معلومة هنا أحب أقولها لكم، احنا اتكلمنا في أول الفيديو عن المسلة اللي اتأثرت بعوامل الزلزال، وهي المسلة انفصلت عن القاعدة بتاعتها. فقاعدة المسلة موجودة في بير الأسانسير في فندق متروبول، يعني القاعدة بتاعت المسلة اللي هم ودوها إنجلترا موجودة في بير الأسانسير هنا لحد الآن. بصوا بقى الجمال والشياكة، السلم والأسانسير. طبعا مفيش الجمال ده دلوقتي، محدش بيعمل الشياكة والجمال ده. الفندق 4 نجوم وكله مكيف، والريسبشن أو الاستقبال شغال 24 ساعة، ومكتب الاستقبال بيقدموا خدمات كتيرة جدا، منها مثلا تغيير العملات أو تأجير سيارات، اللي حابب يأجر سيارة ويتجول بيها في اسكندرية متاح جدا. كمان الفندق بيقدم خدمة الواي فاي في كل الغرف. الغرف فيه منها سنجل وفي منها دبل، وكمان في جناح ملكي وفي جناح خاص للعرايس والعرسان، وكمان في خدمة رجال الأعمال، وفي قاعات اجتماعات، يعني بيقدم الفندق الحاجات دي كلها. طبعا زي ما احنا شايفين ده داخل الأسانسير قد ايه جميل وقد ايه محتفظ بجماله. يعني الأسانسير ده بقاله أكتر من 120 سنة، وشوفوا الجمال والشياكة والتصميم بتاعه. هنا في تابلوهات أو في صور كتير للفندق.
احنا هنا وانا كنت في الاسانسير، وطبعا بنشوف هنا الغرف. هاخدكم في جولة كده علشان برضو نشوف الغرف من الداخل، يعني مش هندخل جوه لكن هنشوف كده من بره. ده الفندق من الداخل، السلالم بتاعته. عايزة اقول لكم كمان من رواد الاوتيل كان الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافس. كان دايما بيجي الكافيتيريا وكان بيشرب قهوته وكان بيقعد يكتب الشعر بتاعه، لدرجة ان إدارة الفندق خلدت ذكراه، فخلت الجناح رقم 310 باسمه في قلب الأوتيل. طبعا الفندق اتعمل فيه أفلام كتير، منها العشاء الأخير. وطبعا كان النزلاء مشهورين جدا اللي كانوا بينزلوا فيه، كانوا بيحبوا اسكندرية والبحر لأنه بيطل على البحر مباشرة، وكمان بيطل على شارع سعد زغلول. هنا طبعا الكريدور ما بين الأوض، شايفين هنا الأوض شكلها ايه، واخد الطابع الكلاسيكي سواء من بره أو من جوه. المكان راقي جدا بجد، يعني اللي يدخل الأوتيل هنا ما يحسش ان هو في اسكندرية، تحس ان انت في فرنسا. التصميم بتاعه قد ايه راقي. عايزة اقول لكم كمان ان الفندق بيقدم الوجبات الخاصة بالنزلاء، سواء افطار او غدا او عشاء، بتكون في اجواء تشبه اجواء القصور التاريخية على الموسيقى الكلاسيكية الحالمة. في كمان في الأوتيل أكتر من مطعم بيقدموا أكلات مختلفة جدا، منها أكلات دول البحر الأبيض المتوسط، وكمان في مقهى الأمير تشارلز، دي بيتناول فيها الوجبات اللي هي الخفيفة جدا. احنا دلوقتي موجودين في الروف فوق خالص، قد ايه رائع وقد ايه شيك جدا، وبتشوف البحر من فوق ومحطة الرمل. شوف المكان قد ايه. اللي هيجي هنا هيستمتع هنا، يعني اللي حابب يجي يتغدى او يتعشى، يعني غير النزلاء مفيش اي مشكلة. اللي حابب يقعد في الروف فوق او يسهر يسمع موسيقى، حقيقي اكتر من رائع. هتستمتعوا جدا جدا بالمكان هنا. المكان حلو جدا، اللي هيجي فيه مش هيصدق الجمال ده والتاريخ والرومانسية. الله عليك يا اسكندرية، حقيقي في كل مكان جميلة. شوفوا المنظر قد ايه بديع. اللي هيجي هيشوف احلى من كده، المنظر اكتر من رائع. واتمنى ان المحتوى يكون عجبكم، والى اللقاء في مكان جديد، ودايما في حب اسكندرية نلتقي.